شيخ عندي إجهاضات كثيرة، وكل ما نحمل عندي إجهاض وكذا شيخ، كيف نفرق بأن هذا الأمر طبيعي يعني مرض عضوي أو مرض روحي؟ نقول وبالله التوفيق. إذا كانت هذه الأخت عندها إصابة روحية من مس وسحر وعين وحسد، العارض في الجسد يكون له القدرة على الإجهاض قبل الثلاثة أشهر الأولى. يعني قبل ما تلحق هذه الأخت 3 أشهر عنده القدرة على إيجاد هذا الجنين. بعد 3 أشهر لا يكون له القدرة على الإيجاد، ولكن يكون له القدرة على قتل الجنين في بطن أمه، أو تشوهات خلقية، أو يلوي حبل السري على رقبة هذا الصبي. وهنايا نقدر نقول ويلا صوفيل هذا طفيل وزاد وكذا يزيد إنسان مصاب، يعني العصابة اللي كانت في يماه تتنقل لهذا الطفيل. يعني إذا كان كالي سحر في كرش يماه أو داعن في كرش يماه، نقولوا هذا السحر أو كالي في كرش يماه راح يتغذى بالحبل السري من نفس المادة اللي تغذت منها الأم، والطفل هذا يزيد مصاب. وتبدأ الإصابة تبان بعد 7 سنين، تبدا تبان فيه درجة الإصابة. هو كي يكون صغير تبدا فيه الإصابة، يعني يكون مشكوك في الأمر. بعد 7 سنين تكون واضحة وضوح الشمس. وهنايا ننصح بالرقية الشرعية، خصوصا تشخيص الحالة، مع تشخيص الحالة جيدا لمعرفة نوع الإصابة وقوة الإصابة. وهنا دائما نركزوا على الأم، يعني تكون هنايا العلاج في الأم. بمجرد أنه تشفى الأم يشفى الصبي أوتوماتيك. هكذا إخوتي، مع تحية الشيخ الراقي المعالج الباحث والمدرب أبو تقي الله الجزائري.